كل أبنائنا الذين في هذه اللحظات يعودون إلى مقاعد الدراسة في موسم دراسي جديد. صباح الخير لكل الأسرة التربوية التي اليوم بها سننطلق موسم دراسي جديد 2024-2025. احنا في قطاع التربية في ولاية وهران منذ شهر ديسمبر انطلقنا في التحضير الجيد لإنجاح موسم دراسي جديد في ولاية وهران، في ولاية بحجم ولاية وهران. تعلمون تقريبا 433 ألف تلميذا سيلتحقون في هذه الدقائق بمقاعد الدراسة عبر 944 مؤسسة تربوية، منها 16 مؤسسة جديدة من الأطوار الثلاث، وعدد من الأقسام توسع 57 قسم توسعي و20 مطعما مدرسيا جديدا، إضافة إلى بعض المرافق الأخرى، مرافق الدعم، وأذكر منها 61 ملعب للتربية البدنية أنشئ خصيصا لمرافقة أبنائنا وأساتذتنا في التعليم الابتدائي في مادة التربية البدنية. هذه المرافق التربوية الجديدة ستسمح لنا أكيد بتوفير ظروف تمدرس أحسن وتحسين ظروفها، ومؤشرات التربوية لقطاع التربية في ولاية وهران تتكلم عن نفسها من خلال التحسن اللي عرفته خلال هذه المواسم المتتالية. كذلك تسمح لنا هذه المرافق بتكفل بطلبات المواطنين من خلال توفير مقاعد بيداغوجية جديدة في الأحياء الساكنة الجديدة وفي الأقطاب الحضارية الجديدة. ما ميز الدخول المدرسي لهذه السنة 2024-2025 هي استكمال كل العمليات متعلقة بالدخول المدرسي وعن طريق الرقمنة. تعلمون أن تسجيل تلاميذ في السنة الأولى ابتدائي كان لأول مرة في تاريخ القطاع عن بعد وعن طريق استعمال الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. كذلك التسجيل الاستثنائي للتلاميذ اللي طالبين الرخص الاستثنائية، تسجيل في التحضيري، التوجيه، كذلك تسجيل وتوظيف في المناصب الشاغرة بالنسبة لرتبة أستاذ لتوظيف الأساتذة المتعاقدين، والذين كان عدد أكثر من 2000 أستاذ متعاقد تم توظيفه خلال هذه الأيام. كذلك عن طريق الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. فكل العمليات متعلقة بتنظيم التمدرس هي تسير عن طريق رقمنة، وكل العمليات الأخرى الإدارية والتنظيمية كانت تسير عن طريق الرقمنة. هذا ما يميز هذا الدخول. كذلك ما يميز الدخول المدرسي في ولاية وهران هو إنشاء ثانوية للرياضيات في ولاية وهران، التي ستستقبل تلاميذ 19 ولاية من ولاية الجنوب الغربي والغرب الجزائري.